بسم الله الرحمن الرحيم. دي دوري، شخصية طلعت في كرتون السمكة نيمو إن ذاكرتها بعافية شوية، نكبر ويكبر جوا كل واحد فينا دوري صغيرة، لدرجة إنك لما تدخل المطبخ بتنسى كنت داخل تعمل إيه، ده بعيدا عن نص أسماء الناس اللي في حياتك اللي أنت مسقطها. فالنسيان اللي المفروض نعمة بتنسى بيها أحزانك تقريبا بقى لعنة عليك. إيه اللي حصل وإمتى وإزاي بقيت كده؟ تعال نشوف سوا. واحد الله يابا، واحد الله. في الكام سنة الأخيرة نزلت علينا لعنة الفيديوهات القصيرة، ودي كانت حاجة من الحاجات اللي سيحت دماغنا. يعني لو جيت تشوف مثلا بتقعد قد إيه على التيك توك، هتلاقي مدة لو استغلتها إنك تقرأ فيها كتاب أو تعمل حاجة مفيدة في حياتك هتكفي وهتفيد. لو قلنا مثلا إنك بتقعد حوالي 4 ساعات في اليوم، يعني متوسط 120 ساعة في الشهر. أنت متخيل الرقم؟ وأنت لو عايز تكون مبتدئ في مجال معين مش محتاج غير 20 ساعة دراسة بس. طيب يا معلم، أنت فاكر اتفرجت على كام فيديو؟ فاكر اصلا حاجه من اللي انت اتفرجت عليهم؟ اكيد لا. وده لان مخك في الحاله دي تحسه حول نفسه لوضع المبلم، تفضل تسكرول فيديو يضحكك، اللي بعده يزعلك، اللي بعده يعصبك، فمخك طبيعي يتعب. انت ضربت له كوكتيل مشاعر داخله في بعضها بفيديوهات ملهاش اي لازمه، فبقى اي حاجه بيستقبلها مش بيفلترها. فانت ونصيبك بقى تشربتها وبقيت تافه وملكش حياه، او عندك جزء مناعي لسه بيقاوح وانت ماسكه كل يوم 4 ساعات ضرب فيه لحد ما يقولك سلمت. تعرف اصلا ان في دراسه اتعملت في المملكه المتحده على 2000 شخص، لقت ان الاشخاص اللي اعمارهم ما بين 18 ل 24 سنه لقت ان انتباههم بيتشتت في اقل من 60 ثانيه. يعني يا معلم كلها خطوتين وهتبقى دوري بالمعنى الحرفي. وعشان تفهم حاجه زي دي، شوف امتى اخر مره قرات مقال، امتى اخر مره كملت كتاب للاخر. ياض انت حتى كوبايه الشاي وساعه جد ما شفتهاش حصلت طول السنه، لا وتكون عايز ملخص للملخص بتاع الماده. طيب وبعدين ايه الحل؟ الحل بسيط جدا، انك تفصل. أرجوك بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. تفصل عن السوشيال ميديا بانواعها، وما تخافش مش هيفوتك حاجه، ومش هتلاقي 500 رساله من حد عشان يطمن عليك. عرفت تمسحها تبقى معلم. وبعد ما تعمل كده ادي لنفسك وقت من غير اي حاجه، بس سكوت. مفيش موبايل، مفيش حتى بودكاست تسمعه، سكوت وبس. هتحتاج ترجع ثقتك في ذاكرتك، ودي حاجة ممكن نعملها بخطوة بسيطة، انك تحفظ لك في اليوم مثلا 5 آيات قرآن. ساعتها هتحس بتحسن. تقدر تستخدم حاجة زي الخرائط الذهنية في مذاكرتك عشان تنظم معلوماتك بشكل بصري وتربط ما بينهم. واكيد المراجعة الدورية على اي حاجة انت بتذاكرها هتثبتها اكتر. حاجة كمان وهي انك تدي لنفسك وقت تفكر في اللي بتعمله. مثلا قرأت كتاب معين، افصل مثلا ما بين كل فصل والتاني ب10 دقايق تفكير في اللي انت قرأته، لان زي ما بطنك محتاجه وقت علشان تهضم الاكل، دماغك كمان محتاجه وقت علشان تهضم المعلومه وتقلبها. واخر حاجه عشان تثبت المعلومه بشكل اكتر، تقدر تستعين بالاي اي. سواء كنت بتحب فيه او بتعامله معامله العبد، روح له يختبرك في اللي ذاكرته وتعلمته. وهتلاقي فيديو لعلي محمد علي فيه توسع اكتر، هسيب لك الرابط في الوصف. واخيرا يا صاحب الجميل، الوقت نعمة، وتعظيمها في الإسلام غير باقي الديانات وأي لايف كوتش. فهتلاقي نصوص دينية كتير بتحسك على استغلاله، زي مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن. وعد منهم صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وانت عندك الاتنين، ففكر في الجواب. سلام.